48 ساعة إذا ما كانوا طالعين فصائل إدلب من الساحل السوري ومن قرى طرطوس ومن ريف طرطوس ومن مدينة طرطوس ومن ريف حمص ومن ريف حما، رح يصير شيء فظيع. فقد ناشد الحكومة السورية الجديدة تطلع فصائل إدلب من الساحل السوري، لأن إذا ما طلعت الفصائل من الساحل السوري على إدلب ورجعت على مكانها وانسحب منها سلاح، ترى والله راح يصير دم وراح يصير شيء عمره ما صار بالحياة. الروح بتروح مرة وحدة، ما بتروح مرة أو مرتين. 48 ساعة فصائل إدلب ما كانت طالعة من الساحل السوري راح يصير شيء عمره ما صار، لأن وصلت مع المرحلة حياة عمرنا ما سويناها نحن. صار ذل الشعب. اليوم ماسكين واحد بالقرداحة قاتلينه، امبارح فايتين على الدعتور مكسرين بدهم يشلحوا، امبارح فاتوا على البيضة بدهم يقوصوا ويقتلوا. هيك ما بيمشي الحال. انتوا فتوا على سوريا لتسووا فيها امان، ما فتوا على سوريا لتسووا فيها طائفية. هذا ما بيصير والله ما بيردوا لهالحكي. ف 48 ساعة أنا أول العالم، أول المجاهدين رح بحمل سلاح، وأي فصيلة من إدلب والله رح بقتلها، وأي فصيلة من إدلب رح تطلع بوشي رح صفيها. وأنا من محافظة اللاذقية، واللي بده يصير يصير. الروح بتروح مرة وحدة. شو؟ لك أشهر؟ عمل شباب فقاني عليك أشهر؟